في فيديو النهارده هنكمل الموسم الثاني من مسلسلنا اللي اسمه ويورد باينز، وعلشان تبقى فاهم الاحداث ماشيه ازاي تقدر تشوف الموسم الاول على القناه، وهتلاقي اللينك برضه في التعليق المثبت. وانتهى الموسم الاول بعد ما كل سكان المدينه عرفوا الحقيقه، وبسبب كده ديفيد قرر يعاقبهم وفتح المدينه للقابض. لكن ايسان ضحى بنفسه وقدر ينقذ عيلته واغلب السكان. بس المشكله ان بين بعد ما فاق من الغيبوبه اللي كان فيها لقى كل حاجه رجعت زي الاول، وعرف من ايمي ان مجموعه الجيل الاول سيطروا على المدينه وبينفذوا نفس افكار ديفيد. وبنبدأ الموسم الثاني في الماضي شوية، وأرنولد بيتكلم مع دكتور اسمه سيو، وبنعرف إن أرنولد في الوقت ده ديفيد كان مكلفه بخطف الأشخاص اللي هو محتاجهم، واللي من ضمنهم الدكتور سيو هو ومراته ريبيكا. وبعد ما اتكلم معاه أرنولد شوية بينفذ مهمته وبيخطفه، وبينتهي الموضوع بإن الدكتور سيو ومراته بيدخلوا للكبسولات. وبنرجع تاني للوقت الحاضر وسيو بيفوق جوه المدينة، بس على عكس إيسان وكل السكان بيلاقي نفسه في مكتب مش في مستشفى، وقدامه واحدة أول مرة نشوفها اسمها كاري، واللي بتطلب منه على طول يجي معاها للمستشفى لأن في شخص حالته خطر جدا ولازم يساعده. طبعا سيو ما بيبقاش فاهم اللي بيحصل ولا عارف هو فين بالظبط، وبيبقى فاكر إنه لسه في الماضي في آخر مكان كان فيه. ولأن كاري مصممة إنه يروح معاها للمستشفى حالا بيضطر يسمع كلامها، لكن في الطريق بيقلق وبيحس إنهم خاطفينه، فبينط من العربية وبيهرب منهم جوه الغابة. وفجأة بعد ما بيسيبهم بيلاقي العربية اتفجرت، وواضح كده إن المقاومة رجعت تاني وبيهاجموا مجموعة الجيل الأول. فبيكمل سيو جاري لحد ما بيوصل لأقرب بيت، وبيطلب مساعدة الأشخاص اللي فيه، وبيقول لهم إنه محتاج تليفون لأنه شاكك إن في أشخاص بيحاولوا يخطفوه وعاوز يكلم الشرطة. لكنه بيستغرب برضه من الطريقة اللي بتتصرف بيها العيلة، لأنه بيلاحظ إن المتفجرات وضرب النار ده بالنسبة لهم شيء عادي، علشان كده بيسيبهم وبيخرج على بره بسرعة. وطبعا أول ما بيخرج العيلة دي بتبلغ عنه على طول، وما بيعديش دقيقة وواحد من الحراس بيلاقيه وبياخده للمستشفى. وهناك بيقابله جيسون اللي عمل مجزرة في الاسم في الموسم الأول، واللي بيعرفه إنه موجود دلوقتي في مدينة اسمها ويورد باينز في سنة 4028، بس ما بيقولوش الحقيقة كاملة، وبيعرفه إنها عبارة عن تجربة سرية للحكومة. وبنعرف إن جيسون حاليا هو قائد مجموعة الجيل الأول، وهو الحاكم للمدينة اللي مسك مكان ديفيد. وبعد ما قال كل حاجة لسيو بياخده على أوضة العمليات، وبيطلع إن الشخص اللي عايزه ينقذ حياته هي كيت. فبيوافق سيو وبيجهز نفسه علشان يعمل لها العملية، وبيلاحظ ان حواليه مجموعة كبيرة من الطلبة بيحاولوا يتعلموا منه، بس مفيش ولا واحد فيهم مؤهل انه يعمل عملية خطيرة. وبعد ما انتهت العملية بياخدوه الأوضة يعيش فيها مؤقتا. تاني يوم بتصحيه كاري وبتعرفه ان كيت فائت، وهو في طريقه لكيت بيشوف أرلين مساعدة إيسان وهي بتتعذب بالكهرباء. طبعا ده بيقلقه وبيخلي شكوكه عن المكان تزيد اكتر. بعدها بيروح لأوضة كيت وبيبدأ يتكلم معاها، وبيستغرب لما بتقوله كيت انه اكيد من مجموعة سي. وبنفهم ان ديفيد كان مقسم الكبسولات لمجموعات معينة، وكل فترة كان بيصحي مجموعة او بيصحي الاشخاص اللي محتاجهم منها. وبتسألهم قالوا له ايه بالظبط عن المدينة، فبيقول لها سيو انه عرف كل حاجة وانه حاليا جزء من تجربة سرية للحكومة. لكن كيت بتلمح له انهم كذبوا عليه وانه في حاجة اكبر من كده بكتير. بس قبل ما تقول له اي حاجة كاري بتقاطع كلامهم، وبتقول لسيو ان مراته هي كمان هتوصل له بعد كام دقيقة. وبيتفاجئ سيو قبل ما يخرج ان كيت حتى وهي مصابة كده مربوطة بالكلبشات. ولأول مرة في الموسم الثاني بنشوف بين وهو مع كام واحد من افراد المقاومة، وبنعرف ان بين حاليا هو قائد المقاومة وهو اللي بيوجههم، وقرر يكمل اللي ابوه بدأه علشان ما يبقاش ضحى بنفسه على الفاضي. في نفس الوقت سيو بيكون خرج من المستشفى وبيتمشى شوية في المدينة، وبيشوف الحراس وهم بيقبضوا على واحدة وبيبعدوها عن ابنها. وشوية وبيلاقي السكان بيتجمعوا وجيسون بيتكلم معاهم، وبيقول له كل اللي واقفين انه قدر يقبض على 3 من افراد المقاومة، ولانه عارف ان بين اكيد سمعه بيهدده، وبيقول له انه هيعدم ال3 اللي قبض عليهم لو ما سلمش نفسه هو واللي معاه. وفعلا بيبدأ الاعدامات وبيقتل الحراس لسه قابضين عليها. واول ما سيو بيشوف اللي بيحصل بيتعصب وبيحاول يوقفهم، لكن الحراس بيمسكوه وبيمنعوه انه يتدخل. وقبل ما جيسون ينفذ الاعدام التاني بين بيسلم نفسه هو واللي معاه، فبيأمر جيسون جنوده يقبضوا عليهم وياخدوهم للحبس، وكمان بيأمرهم ياخدوا الدكتور معاهم لانه تعاطف مع المقاومة. وبتيجي مرات سيو اللي اسمها ريبيكا تشوفه في المكان اللي اتقبض عليه، لكن قبل ما بيلحق يتكلم معاها بيجي واحد من الحراس ياخده. واول ما بيخرج سيو بيقول لجيسون انه عاوز يفهم كل اللي بيحصل،
فبيقول له جيسون يركب العربية وهو هيفهمه كل حاجة بعدين. الغريب اننا بنشوف الحراس واخدين العربيات ناحية السور، وقبل ما الباب يفتح الحارس بيضرب سيو وبيغمى عليه وبيحط صخرة على دواسة البنزين وبيخلي العربية تخرج بيهم على بره. فبتخبط العربية في شجرة قدامها وبتقف في الغابة، وبعد كام دقيقة سيو بيفوق جوه العربية وبيتصدم لما بيشوف مجموعة من القابز بتجري حواليهم. الأغرب بقى بيكون هو تصرف القابز نفسهم، واللي بيفضلوا يجروا كلهم على السور يتكهربوا ويموتوا. وخلال ما ده بيحصل بين واللي معاه بيستغلوا الفرصة وبيهربوا. في نفس الوقت جوه المستشفى بنشوف ميجان وهي رايحة تزور كيت، وبنعرف انها قدرت تنجو من هجوم القابز عليها جوه النفق، بس تسبب الهجوم ده في انها ما تقدرش تتحرك تاني وتفضل على كرسي. وكالعادة بتبقى لسه بتكره المقاومة وواقفة مع جيسون زي ما كانت مع ديفيد، وبتبلغ كيت ان مجموعتها انتهت واتقبض عليهم كلهم، وبتنصحها تستسلم وتنضم لهم وتعيش معاهم بشكل طبيعي وعادي لو عاشت حياة مزيفة، اهم حاجة انها تعيش. لكن كيت بترفض تماما انها تستسلم، وبتحرر نفسها وبتمسك ميجان وبيبقى في فرصة انها تموتها، بس الصدمة ان كيت بتقرر تنهي حياتها ولا انها تعيش يوم واحد معاهم. وبنرجع تاني للقابز وهم لسه بيموتوا نفسهم قدام السور، وجيسون بيشوف اللي بيحصل وبيلاحظ انهم بيعملوا زي تل من جثثهم، وكذلك الطلاب والسكان بيشوفوا التصرف ده من كاميرات المراقبة. ساعتها جيسون بيقلق جدا وبيأمر بوقف البث حالا، وبيجمع كل الجنود وبيجروا على البوابة بسرعة، بس بيوصل متأخر لان القابز بيكونوا نجحوا فعلا انهم يدخلوا للمدينة وبيبدأوا يهجموا على جيسون وجنوده. وبيقدر واحد من القابز يوصل لكاري ويهاجمها، ولما بيروح لها جيسون بيلاقي جرحها خطير جدا، فبياخدها وبيرجع بيها للمستشفى بسرعة علشان يلحقها. في اللحظة دي بيتأكد انه غبي وعمل اغبى حركة في حياته، لانه امر جنوده يخلصوا من سيو هو كمان مع المقاومة، واصلا مفيش في المدينة دكتور بجد يقدر يعالج اي حالة خطيرة، كلهم اطفال زي ما شفنا لسه بيحاولوا يتعلموا. فبيرجع جيسون في كلامه على طول وبيطلب من جنوده يحددوا مكان سيو، وبيأمر فرقة من الجنود تخرج تنقذه بسرعة ويرجعوا بيه للمستشفى. وفعلا بتوصل الفرقة لسيو وبينقذوه في اخر لحظة، وبسرعة بياخدوه زي ما جيسون قال لهم وبيرجعوا بيه للمستشفى. لكن طبعا سيو ما بيرضاش يعمل اي حاجة لانهم حاولوا يخلصوا منه، وبيطلب من جيسون يشرح له كل حاجة بتحصل بالظبط. لكن جيسون بيرفض وبيهدده انه هيقتله هو ومراته. فبيقول له سيو ان ساعتها مراته هو كمان هتموت، او يخلي بقى واحد من الاطفال يدخل يعالجها بداله. طبعا جيسون بيلاقي نفسه مضطر ينفذ له كل طلباته. اول حاجة بيطمنه على مراته ريبيكا وبيجيبها له على المستشفى، وبيعرفوا بعد كده انهم خلوا حد يخدره هو ومراته وجابوهم لهنا من 2000 سنة، وبيقول له ان البشرية انقرضت وما بقاش في غيرهم على الكوكب. وزي اي حد سمع الكلام ده قبل كده سيو مش بيصدقه وبيهجم عليه. فبيمسكوا الحراس ومراته بتحاول تهديه وبتطلب منه ينقذ كاري الاول وبعدها هتشرح له كل حاجة. فبيسمع سيو كلامها وبيروح معاها على البيت بعد ما بينقذ كاري، وهناك بيعرف منها انها بقالها 3 سنين جوه المدينة، وكمان ادولها بيوتي سنتر تشتغل فيه وتعيش حياتها بشكل طبيعي. فبيستغرب سيو انها متقبلة الموضوع لان مراته اصلا مهندسة معمارية وكانت بتحب مهنتها جدا لدرجة انهم كانوا هينفصلوا بسببها، وبيبقى متضايق لانها دلوقتي غيرتها بكل سهولة وكمان مبسوطة بيها. لكن ريبيكا بتقوله انها كانت مضطرة تعمل كده والا هيقتلوها، وبتحاول تقنعه يوافق انه يكون دكتور المدينة لان السكان والاطفال صحتهم متدهورة جدا ومحتاجين مساعدته. فبيقتنع سيو بكلام مراته وبيروح تاني يوم على المستشفى، وهناك بيقابل جيسون اللي بيعرف من كلامه انه ديكتاتور بيحكم المدينة، وبيقوله انه موافق يشتغل هنا بس علشان السكان، لكن مش هياخد اوامر منه ولا من اي حد مهما كان السبب. طبعا كلامه ده بيخلي جيسون يكرهه اكتر ويقلق منه، بس في نفس الوقت ما بيبقاش قادر يستغنى عنه علشان ما يكررش غلطته تاني. وبيروح يطمن على كاري وبيعرفها انه متضايق بسبب سيو، لكنها بتقوله يستحمله لان مفيش اي دكتور في المدينة غيره لحد ما يدرب عدد كافي يقدروا انهم يكونوا مكانه، بعدها ممكن يتصرف معاه ويعمل اللي هو عايزه. وبتطلب منه يركز دلوقتي على محصول الاكل بتاعهم لان الاطفال بدأ يبان عليهم اعراض خطيرة بسبب قلة الاكل، وبنعرف من كلامهم انهم بيزرعوا كل محاصيلهم بره السور. في الناحية التانية من المدينة بنشوف شخص اسمه سي جي، واللي بنعرف ان هو المسؤول عن الاكل وكل المحاصيل اللي بيزرعوها. وفجأة سي جي بيلاقي واحد من الجنود جاي يستدعيه علشان يقابل جيسون،
وفي المقر الرئيسي بيقول لهم سي جي انهم المفروض يخرجوا يجمعوا المحاصيل، فبيقول له جيسون انه بقى قلقان اكتر من القابز لان تصرفهم امبارح ده اول مره يشوفه في حياته، وبيقترح انهم يحاولوا يزرعوا جوه السور على ارض المدينه. لكن سي جي بيقول له ان تربه المدينه فاسده وما تصلحش للزراعه، فبيقترح واحد من الجنود اسمه كريس انهم يستخدموا اسلحه النار. وعلى الرغم من ان سي جي مش موافق لانها خطر، الا ان جيسون بيوافق وبيقول لهم يخرجوا بيها النهارده. وفعلا في نفس الليله بتخرج فرقه بقياده سي جي يجمعوا المحاصيل، وكالعاده قطعان القابس بتتجمع وبيهجموا عليهم، لكن الجنود بيبقوا مستعدين ليهم باسلحه النار الجديده واللي بتجيب نتيجه كويسه وبتخلي القابس يخافوا ويهربوا. ساعتها بيقدر الجنود انهم يجمعوا المحاصيل بكل سهوله، وخلال ما هم بيجمعوها واحد من الجنود بيلاقي بين قدامه لسه عايش، لكنه بيرفض يساعده بناء على اوامر جيسون، وبترجع الفرقه كلها للمدينه. فبيروح بين بعدها على واحده من الكاميرات اللي موجوده على السور، وبيسيب رساله لامه يودعها فيها لانه كده كده هيموت من القابز. وبيفكر جيسون وكل اللي واقفين معاه بالقانون اللي حطه ديفيد لمجموعه الجيل الاول، والقانون ده هو ان اطفال الجيل الاول ممنوع انهم يأذوا او يقتلوا بعض نهائي، وعقاب اللي يعمل كده من افراد الجيل الاول السجن مدى الحياه. طبعا جيسون بيعرف انه ملتزمش بالقانون وده ممكن يسبب له مشاكل، علشان كده بيقول لهم يقفلوا الكاميرات ويمسحوا الفيديو. والأول مرة في الموسم الثاني بنشوف تريسا وهي داخلة تتكلم مع الجنود، وبتسألهم إذا كان أي حد فيهم شاف بين وإذا كان لسه عايش، وبتفكرهم هي كمان بالقاعدة اللي بين كان لسه بيتكلم عنها، لكن بناء على أوامر جيسون محدش فيهم بيرضى يتكلم معاها. ولأن كاري شايفة إنهم لازم يلتزموا بالقوانين بتتكلم مع جيسون، وبتحاول تقنعه انه يدخل بين جوه المدينه ويسجنه، لانه لو سابه بره هتبقى مساله وقت مش اكتر قبل ما القابز يقتلوه، وده هيخلي كل افراد الجيل الاول يقلقوا انه ممكن يغدر بيهم. لكن جيسون بيرفض وبيقول لها انه ما قتلوش بنفسه، هو مجرد عاقبه ونفاه بره المدينه. وبيقول لها كمان انه مش هيسمح لبين انه يدخل للمدينه ويعمل نفس اللي ابوه عمله قبل كده. وبره المدينه بيحصل المتوقع، والقابس بتشوف بين وبتهجم عليه، وللاسف بيموت بين قبل ما يقدر يعمل اي حاجه، وبتنتهي المقاومه بموته. في نفس الليله جيسون بيتفرج على فيديوهات كاميرات المراقبه، وبيتفاجئ هو وكاري لانهم مش بيشوفوا ولا حتى واحد بس من القابز. فبيفرح جيسون وبيقول لها انهم اكيد خافوا من اسلحه النار وهربوا لمكان تاني. بعدها بيومين كل الناس في المدينة ما بيبقوش بيتكلموا عن أي حاجة غير موضوع اختفاء القابز، وجيسون بيقول لكاري إنهم أكيد نقلوا نفسهم لمكان بعيد عنهم، لأن مفيش أي هجوم حصل على السور بتاعهم بقالهم يومين. فبتقول له كاري إنهم لازم ياخدوا وقتهم ويدرسوا الموضوع الأول قبل ما يعملوا أي حاجة ويتفاجئوا بعدها. لكن جيسون بيصمم على رأيه، وبيقول لها إنه متأكد إن أسلحة النار خوفتهم وخلتهم يبعدوا عن هنا. في نفس اليوم بالليل جيسون بيسمع صوت حد بيتحرك في البيت، وبيتفاجئ أول ما بينزل إن بام هي اللي في بيته، واللي بنشوفها برضو لأول مرة هي كمان في الموسم الثاني. وبنعرف إنها كانت مختفية لأن جيسون نفاها في بيت على حدود المدينة بعد قتلها لديفيد. فبيسألها جيسون هي عايزة ايه بالظبط وليه خرجت من البيت، ولأن بام عاوزة تنقذ أهل المدينة بتحاول تشرح له سبب اللي هي عملته، وبتطلب منه يرجعها تاني للمدينة تساعده في إدارة الأمور. ولأن بام هي اللي ربت جيسون وهو صغير بيقرر يسامحها ويسمع كلامها. وعلشان نعرف أكتر عن جيسون بنشوف شوية من ذكريات بام عنه، وبنعرف إن جيسون كان أول طفل ويمكن الوحيد اللي يدخل لكبسولة من كبسولات ديفيد، وبعد ما خرج منها ربطوا بام هي وديفيد كأنه ابنهم بالظبط. وبام كانت مسؤولة إنها تعلمه كل حاجة عن العالم الجديد، حتى كانت بتعرفه قوانينهم اللي عملها ديفيد، لأنهم كانوا مخططين لكل اللي هيحصل في المستقبل. لكن جيسون في مرحلة من مراحل حياته ما كانش بيحب قوي إنه يلعب مع أصحابه، وحتى ما بقاش يسمع كلام بام زي الأول. ساعتها ميجان هي اللي قربت منه وشجعته وفهمته إنه مميز، وإنه في يوم من الأيام هيبقى قائد لكل الأطفال اللي في سنه. وبنرجع تاني للحاضر، وجيسون بيقدم بام لكل سكان المدينة، وعلشان يبرر وجودها معاهم بيقول انهم لازم يبدأوا عهد جديد، بما ان الابز اختفت لازم كلهم يسامحوا بعض ويتعاونوا. لكن طبعا ميجان وكام شخص كمان ما بيبقوش حابين وجودها لانها قتلت ديفيد اللي كان بالنسبة لهم المنقذ. وفعلا بترجع بام ممرضة للمستشفى زي ما كانت، لكن واضح من تصرفاتها انها بتخطط لحاجة معينة، لانها بتتوتر اول ما بتشوف سيو وراها، زي ما تكون كانت بتدور على حاجة وهو قاطعها.
وبعد ما بيتكلموا شوية وبيتعرفوا على بعض سيو بيسيبها وبيرجع لشغله. ساعتها بنتأكد إن بام بتخطط لحاجة لأنها بتسرق سرنجة من المكان وبتخرج بسرعة. بعدها بتسيب المستشفى خالص وبتروح على المقر الرئيسي نفسه، وبتدخل على معمل بيبقوا حابسين فيه كام واحد من القابز، بيعملوا عليهم تجارب وبيدرسوا تصرفاتهم. وزي ما سرقت حقنة من المستشفى بتسرق برضه حاجة من المعمل، ولما بتتفاجئ بميجان وراها بتخبيها على طول، ولسه مش واضح خطتها ولا سرقت ايه بالظبط من هنا. وبعد ما بتسيب المكان وتمشي ميجان بتستدعي واحد من اللي شغالين معاها، ولانها شاكه ان بام سرقت حاجه بتخليه يعمل جرد للمعمل، فبيقول لها الشخص ده ان في عبوه الفيروس خطير جدا ناقصه. وفي البيت اللي بام عايشه فيه بنشوفها وهي معاها عبوه الفيروس. الصدمه انها بتسحب كل الفيروس بالسرنجه وبتحقن نفسها بيه. في نفس الوقت جيسون بيبقى عامل اجتماع لكل المسؤولين في المقر الرئيسي، وشويه وبتوصل بام هي كمان بعد ما حقنت نفسها. وبعد كام دقيقه بيدخل سيو للاجتماع هو وميجان، وبيقول سيو لجيسون واللي معاه يبعدوا حالا عن بام، وبيعرفهم ان في احتماليه ان بام تكون حقنت نفسها بفيروس معدي جدا. وبتقول ميجان لجيسون ان بام رجعت تاني علشان تقتلهم كلهم. في اللحظه دي بام بتضطر تقول الحقيقه، وبتقول انها لازم توقفهم لان مش هو ده العالم اللي المفروض البشر يعيشوا فيه. فبيأمر جيسون والحراس يقبضوا عليها ويحطوها في العزل. وفي العزل ده بام بتتكلم مع جيسون وبتقول له انه قدامه اختيارين، اما يقتلها ويخلص منها او يوقف اللي هو بيعمله ويلغي نظام ديفيد تماما. وللأسف جيسون بيختار الخيار الأول، وبيروحوا مع بعض للغابة وبيضطر انه يقتلها لانه متأكد انه لو ما قتلهاش هي اللي هتقتلهم كلهم. وبيخلي بعدها الحراس ياخدوا جثتها يحرقوها علشان يخلصوا من الفيروس. وفي الغابة بنشوف شخص اسمه زاندر في حفرة تحت الأرض، وده واحد من مجموعة الجيل الأول وكان مع بين هو كمان في المقاومة، وكان من ضمن اللي جيسون نفاهم بره المدينة علشان يموتوا. وأول ما بيفوق زاندر شوية بيحاول يخرج من الحفرة، لكن فجأة بيلاقي قدامه واحد من القابز واللي بينزل وراه للحفرة وبيبدأ يهاجمه، لكن زاندر بيقدر يتغلب عليه وبيقتله. بعدها بيخرج من الحفرة وبيروح يشرب من نهر قريب منه، ومرة واحدة بيجي شخص من وراه يمسكه وبيحط سكينة على رقبته، وبيطلع ان الشخص ده هو آدم صاحب إيثان اللي خانه، واللي شفنا له فيديو في الموسم الأول بيقول فيه انه كان خارج في مهمة بره المدينة. وبنعرف ان هو الوحيد اللي فضل عايش من المجموعة اللي كانت خارجة معاه. وجوه المقر الرئيسي جيسون بيعمل اجتماع تاني، وفي الاجتماع ده ميجان بتقدم تقارير عن كل حاجة مسؤولة عنها، وبتعرفهم ان عدد الأطفال في المدينة هيزيد قريب جدا، ومتوقع انهم ينجحوا في زيادة عدد السكان للضعف بعد كام سنة. وبتقول لهم كمان ان تقرير الاختبارات اللي بتعملها عن القابز هيبقى جاهز بعد اسبوع. فبتطلب منها كاري انها تخلي دكتور سيو يبقى شريك معاها ويساعدها في الاختبارات اللي بتعملها بما انه الدكتور الوحيد عندهم. وبيتكلم سيجي هو كمان عن الجزء اللي مسؤول عنه، وبيقول بما انهم متوقعين زيادة في عدد السكان لازم يبدأوا يزودوا مساحة المحاصيل ويستغلوا الجنود في الحماية بره بدل ما يستخدموها لتخويف السكان والقبض عليهم. وواضح كده انه مش عاجبه سياسة ديفيد اللي هم ماشيين بيها، فبيوافق جيسون وبيوعده انه هيهتم بالزراعة اكتر. وبنرجع لزاندر وآدم وهم قاعدين يتكلموا مع بعض، وزاندر بيسأله إذا كان عارف أي حاجة عن القابز طول الفترة اللي كان فيها بره. فبيقول له آدم شوية معلومات لاحظها من خلال مراقبته ليهم، وبيعرفوا إنهم بيخرجوا جنود يستكشفوا المكان الأول قبل ما يهجموا، وبيفكروا بيخططوا زي البشر بالظبط، ده لو ما كانش أفضل منهم. وتاني يوم بيكملوا ماشي لحد ما بيوصلوا لأبواب المدينة وبيشوفهم الحراس على كاميرات المراقبة، فبيضطروا يفتحوا لهم وبيدخلوا هما الاتنين للمدينة. وعلى طول آدم بيتنقل على المستشفى، وهناك سيو بيكشف عليه علشان يعالجه من إصاباته طول السنين اللي فاتت، وبيسأله هو كان بيعمل إيه بره وإيه المدة اللي قضاها لوحده. لكن آدم بيرفض يتكلم معاه أو يعرفه أي حاجة نهائي، هو بس بيقوله إن القابز كائنات ذكية وهي التطور الطبيعي للبشر، وواضح إن الفترة اللي عاشها لوحده بره تعبته نفسيا، لدرجة إنه هو خارج من المستشفى بيشوف القابز حواليه في كل مكان. وبيفضل ماشي لحد ما بيوصل لمكان بعيد عن سكان المدينة، واللي بتشوفه وهو ماشي وبتتعرف عليه هي كيت. فبتروح تتكلم معاه وبتقوله إنها عرفت إن هو السبب في اللي حصل لعيلتها، وبتعرفه إن إيثان مات وبين بره المدينة وما تعرفش إذا كان ميت ولا عايش. وبعد ما رجع زاندر للمدينة بيروح للمحل بتاعه وبيبدأ شغله تاني، وبيلاقي كاري قدامه في المحل علشان تعرف إذا كان ناوي ينتقم من جيسون ولا لأ. فبيأكد لها زاندر انه خلاص هيعيش زي اي حد في المدينة ومش هيتدخل في اي حاجة تاني نهائي وهيعمل اللي هم عايزينه.
وبيقول لها انه ممكن كمان يفيدهم بمعلومات عن القابز، وبيقرر يستخدم شوية المعلومات اللي ادم قالها له علشان يسيبوه في حاله. وبنشوف سيو وهو رايح يتكلم مع سي جي وبيحذره من الخروج من المدينة لانه شاكك ان القابز بيخططوا لحاجة والخروج هيبقى خطر. وبيعرفوا ان اللي هم عملوه قدام السور لما كونوا الجثث فوق بعضها ده بيدل على ذكائهم، علشان كده لازم يدرسوهم كويس الاول قبل ما يتحركوا. لكن سي جي بيصمم على رأيه وبيقول انهم لازم يستغلوا الفرصة ويخرجوا يزرعوا اكتر، وفعلا بيتحرك مع فرقة علشان يخرجوا لبره. وفي الطريق بتوقفهم تريسا وبتطلب انها تنضم لهم علشان تدور على بين، فبيوافق سي جي وبيسمح لها تركب معاهم. ولان ادم حاسس بالذنب بسبب اللي هو عمله بينضم لهم هو كمان علشان يحميها. وبعد شوية بيوصل الفريق كله لمكان قريب من بحيرة، وهناك بيقرروا انهم يخيموا لحد ما يتأكدوا انهم في امان. في نفس الليلة ادم بيخرج يتمشى لوحده وبيدور على بين، وبيقدر انه يلاقي جثته في نفس المكان اللي ثبتها فيه القابز، فبياخد الجثة وبيرجع بيها تاني للمخيم. طبعا تريسا اول ما بتشوف جثة ابنها بتتصدم وبتزعل لانها كده خسرت عيلتها بالكامل. وجوه المدينة بنشوف واحد من الطلبة اسمه فرانك وهو بيتمشى في الشارع، وفجأة بيسمع صوت حاجة بتتحرك جنبه. المفاجأة انه بيلاقي واحدة من القابز جوه المدينة ومستخبية وسط الملاهي. الغريب انها بتبقى هادية جدا ومش بتهاجمه. وبعد ثواني بيوصل الحراس للمكان بعد ما شافوها على الكاميرات، ولانها هادية جدا بيمسكوها بسهولة وبيحبسوها جوه المعامل بتاعتهم بحيث ميجان تستفيد بيها وتعمل عليها ابحاث. وبتستغرب ميجان لان القابز اللي كانوا ماسكينهم بيهدوا تماما بعد وصول القاب الجديده، واللي شغال مع ميجان بيسمي الجديده دي مارجريت. هو بيحب يديهم اي اسامي علشان يقدر يتعامل معاهم. وبيوصل جيسون وكاري للمعمل علشان يشوفوا مارجريت، فبتقول لهم ميجان انها هتبدأ على طول تعمل دراسات عليها، وبتقول لهم كمان انهم اول مرة يمسكوا انثى من القابز، وده هيساعدهم اكتر على انهم يفهموا تصرفاتهم. وبتوريهم علامة شكلها غريب مرسومة على كف ايدها. الاغرب في كل ده انهم ما بيبقوش عارفين هي دخلت للمدينة امتى وازاي. بس الاول بنرجع شوية للماضي علشان نعرف اكتر عن ديفيد وفكرة المدينة. وقتها بنشوفه وهو بيقابل ريبيكا مرات سيو في مكتبها، واللي بيقول لها انه محتاجها تنفذ له مشروع كبير ومهم جدا، وبيعزمها على العشاء علشان يعرض عليها فكرة المشروع بتاعه. فبتوافق ريبيكا وبتروح تقابله فعلا. وعلى العشاء بيقول لها ديفيد انه عاوز يأسس مجتمع صغير هينقذ بيه البشرية، وبتتفاجئ ريبيكا لما بيطلب منها انها تصمم له مدينة بالكامل، وبتقول له انه مشروع زي ده هياخد وقت وهيتكلف كتير جدا. فبيقول لها ديفيد انه مستعد يدفع لها كل ما يملك بس تنفذ المشروع. فبترجع ريبيكا للبيت وبتعرف سيو بالمشروع المطلوب منها. ساعتها بيقول لها سيو ان المشروع ده ضخم جدا وصعب يتنفذ، وان الشخص اللي عرض عليها المشروع ده غالبا كام يوم وهيلغيه لانه ملوش لازمة. بس زي ما قلنا قبل كده ريبيكا كانت بتحب شغلها جدا، فكان طبيعي ان كلام سيو ده يضايقها ويخليها تصمم اكتر على الشغل. وفعلا تاني يوم بتروح تقابل ديفيد وبتبدأ شغلها، وبيقدمها ديفيد هي كمان للاشخاص اللي اتطوعوا انهم يكونوا جوه المدينة، واللي بيكون من ضمنهم ميجان واشخاص كتير غيرها. وكمان بيوريها المنطقة اللي هتنفذ عليها مشروعها ويبنوا المدينة. وبيعزمها بعدها هي والفريق على العشاء جوه الجبل، واللي هو حاليا المكان اللي فيه المقر الرئيسي. والأول مرة ديفيد وميجان بيقولوا لريبيكا عن هدف مشروعهم الحقيقي، وبيعرفوها انهم متوقعين ان العالم هينهار والبشر هينقرضوا. ساعتها البشر اللي جوه المدينة دي هيكونوا آخر الجنس البشري. طبعا ريبيكا أول ما بتسمع الكلام ده بتبدأ تقلق وبتفكر انهم مجانين، وبتتمنى انها كانت سمعت كلام جوزها سيو واعتذرت عن المشروع. وبنرجع تاني للوقت الحاضر مع تريسا وهي بتتكلم مع آدم، واللي بيحاول يعتذر لها مرة تانية انه كان السبب في كل اللي بيحصل لها من الأول، لأنه لو ما كانش بعت إيسان لهنا ما كانوش خطفوها هي وبين. لكن تريسا بتقوله انها مستحيل تقدر تسامحه. في نفس الوقت بنشوف قطعان القابز رجعت تظهر تاني في مكان قريب من المدينة، بس المرة دي بيبقى معاهم النار اللي استخدمها الحراس ضدهم، زي ما يكونوا بيتعلموا وبيفهموا فعلا. المفاجأة انهم بيستخدموها كمان وبيحرقوا بيها كل المحاصيل. وواضح كده ان القابز كلهم متصلين ببعض، لان القابز اللي جوه المدينة في الحبس بيحسوا باللي بيحصل. حتى مارجريت اللي مسكوها جديد بتبقى هادية جدا زي ما تكون بتخطط لحاجة. وعلشان نعرف سبب كره القابز للبشر بنرجع كام سنة للماضي، بالتحديد في بداية خروج ديفيد والسكان من الكبسولات. ساعتها بنشوف الطيارة الهليكوبتر الخاصة بديفيد بتقتل في قطاع كامل من القابز من غير أي سبب تماما، مجرد بيقتلوهم لأنهم خايفين منهم.
وبنرجع تاني للوقت الحاضر ومحصول اكل السكان كله بيتحرق، واول ما ادم بيشوف الحريقه وبيفهم اللي بيحصل بينبه الفرقه اللي حواليه، لكن للاسف بيبقى متاخر لان الابز خلاص وصلوا لهم. وبيقدر ادم انه ينقذ تريسا قبل ما واحد من الابز يقتلها، وبياخدها على العربيه بسرعه علشان يوديها للمستشفى لان اصابتها بتبقى خطر. واول ما جيسون بيلاحظ اللي بيحصل بيخرج على بره بسرعه، وبتتجمع الجنود كلها حوالين المحصول وبيحاولوا ينقذوه، لكن مفيش فايده لان النار بتكون مسكت في كل الزرع. وفجاه جوه المدينه سيو ومراته بيلاقوا السكان بيجروا في كل مكان، وبتوصل له كاري وبتقول له يجي معاها للمستشفى بسرعه لان حصل هجوم من الابز وفي جنود كتير اتصابوا. وبتعرفوا برضه ان الابز استخدموا النار علشان يحرقوا محصولهم بالكامل. وبعد ما مشي سيو بنشوف زاندر وهو بيتكلم مع ريبيكا، وواضح كده من كلامهم انهم يعرفوا بعض من زمان في المدينه. وزاندر يعرف كمان ان ريبيكا هي اللي صممت المدينه بالكامل والمقر الرئيسي، علشان كده بيطلب منها تدخله المخزن الاسلحه اللي جوه المقر الرئيسي بحيث يسرق شويه اسلحه يقدر يحميها ويحمي نفسه بيهم. وبيوصل سيو للمستشفى وبيدي تعليماته لكل اللي شغالين معاه، وبيعرفهم ان الحالة اللي هم فيها دي حالة طوارئ ولازم يتعاملوا بشكل اسرع علشان يقدروا ينقذوا ارواح على قد ما يقدروا النهاردة. وفعلا بيجي لهم كمية جنود مصابة كتير جدا لان الحرب بره المدينة شغالة مع الابز واعدادهم بتزيد بشكل مش طبيعي، وكذلك برضو اعداد المصابين عمالة تزيد جوه المستشفى. ومن ضمن المصابين تريسا اللي بتكون على وشك انها تموت، لكن سيو بيقدر ينقذها في اخر لحظة وبيقول لها انها هتبقى كويسة. ومع نهاية الحرب دي البشر بيخسروا تقريبا حوالي 35 شخص، ده غير طبعا انهم خسروا المحاصيل بتاعتهم بالكامل اللي كانوا بيعتمدوا عليها. تاني يوم في المقر الرئيسي بيعملوا اجتماع علشان يشوفوا هيتصرفوا ازاي، وبيقول لهم سي جي انه راقب تصرفات الابز امبارح كويس جدا، ولاحظ انهم بيركزوا على اي شخص شايل خرطوم وبيحاول يطفي الحريقه. معنى كده ان هدفهم الرئيسي كان تدمير المحاصيل، مش انهم يهاجموهم او يدخلوا للمدينه خالص. من الاخر بيدمروا اكلهم بحيث يقدروا يحاصروهم. فبيتعصب جيسون وبيقول له يبطل كلام عن الابز كانها بشر، وبيصمم انهم مجرد حيوانات ما بيفكروش وما كانش عندهم خطه ولا حاجه. لكن ميجان بتأكد على كلام سي جي وبتقول لهم ان الابز اللي حابسينهم كانوا بيتصرفوا بطريقه غريبه زي ما يكونوا كانوا عارفين الخطه اللي بتحصل. الكارثه بقى ان سي جي بيقول لهم ان الحريقه دي دمرت النبات من جذوره، وعلشان يزرعوا على نفس الارض دي تاني محتاجين مش اقل من شهر، ده لو الابز سمحت لهم اصلا انهم يخرجوا من المدينه. ساعتها جيسون بيسأله عن مخزون الاكل وهيقضيهم قد ايه بالظبط، فبيصدموا سي جي وبيقولوا انه هيقضيهم حوالي 6 اسابيع، ده لو ما حصلش اي حاجه غيرت حساباتهم. وبيدخل سيو يتكلم معاهم وبيزود لهم المشاكل اكتر، وبيقول لهم ان الادويه المهمه في المستشفى قربت تخلص لانه استخدم حوالي نص مخزونهم امبارح بسبب المجازر اللي حصلت. وبيتريق عليهم وبيقول ان منقذهم ديفيد ما كانش عامل حسابه لكارثه زي دي، وبيصدمهم كمان ان في كارثه اكبر ممكن تحصل لان مع نقص المضادات الحيويه ممكن دور انفلونزا بسيط يقضي على سكان المدينه كلهم. وبعد دقيقه بيدخل واحد من الحراس يتكلم مع جيسون وبيبلغوا ان عدد الابز عمال يتضاعف قدام الاسوار بتاعتهم من ساعه ما الحرب بدات. طبعا سي جي ساعتها بيتاكد من كلامه ونظرياته، لكن جيسون بيصمم على غبائه اللي هيغرق السفينه بكل ركابها. وفي المستشفى ادم بيروح يعتذر لتريسا تاني وبيطلب منها تسامحه، لكن تريسا ما بتقدرش ترد عليه ومجرد بتفتكر ذكريات ليها مع ايسان وهما بيحتفلوا مع بين بعيد ميلاده. وبعدها بثواني بتموت تريسا هي كمان كآخر فرد من العيلة. في نفس الوقت سيو بيكون مع ميجان في المعمل وبدأ يعمل تجاربه على الابز علشان يفهم تصرفاتهم. اول حاجة بيعملها هي انه بيعمل مسح لعقل مارجريت. المفاجأة انه بيلاقي الجزء المسؤول عن التفكير في العقل عندها كبير جدا، تقريبا ضعف حجمه عند عقل البشر. معنى كده ان الابز اذكياء فعلا وبيفكروا بل واذكى من البشر نفسهم. علشان كده بيروح سيو يتكلم مع آدم في نفس الليلة بما انه اكتر شخص راقب الابز ودرس تصرفاتهم، وبيسأله اذا كان يعرف اي حاجة غريبة عن تصرفات الابز، وبيعرفوا انه بيعمل اختبارات على انثى منهم واكتشف انها ذكية وبتفكر. واول ما آدم بيعرف انهم ماسكين واحدة من الابز بيتصدم، وبيسأله اذا كان في علامة في كف ايدها ولا لا،
فبيقول له سيو ان عندها علامة غريبة شبه الدوامة فعلا على ايدها، وواضح على ادم انه يعرف حاجة خطيرة ومخبيها عنهم. وبيتفاجئ السكان الليلة دي بالابس بيعملوا اصوات عالية وبيتصرفوا بطريقة غريبة، اول مرة من ساعة ما المدينة اتبنت يتصرفوا كده، لدرجة ان سكان المدينة كلهم بيخافوا وبيجروا يستخبوا. مجرد صوت الابس بس خوفهم، مش شايفينهم حتى. وعلى شاشات المراقبة بنشوف اعداد الابس وهي بتتضاعف، كل ده واللي اسمها مارجريت هادية تماما برضه. وبنرجع للماضي سنة 2034 وبنشوف سي جي وهو بيخرج من كبسولته، يعني قبل خروج ديفيد والسكان من كبسولاتهم ب2000 سنة. وبنعرف انه اول شخص يصحى من السكان حتى قبل ديفيد، وده لان ديفيد نفسه هو اللي كان محدد له مهمة معينة، وهي انه يصحى كل 20 سنة يهتم بالكبسولات وينظفها ويتأكد انها سليمة، ويقعد شوية في المقر الرئيسي ويتأكد ان كل حاجة ماشية حسب الخطة، ويتابع الاخبار برضه والمحطات ويعرف اخبار البشر حوالين العالم، ويعرف الفيروس ده اتطور لحد فين وايه المرحلة اللي وصل لها. وبيتكرر الموضوع كل 20 سنة لفترة كبيرة جدا، لحد ما في مرة سي جي بيقرر يخرج للغابة شوية. الصدمة انه وهو بيدرس التربة بيلاقي شخص واقف وراه اسمه جريفن، وبيلاحظ سي جي ان جريفن ده مصاب والفيروس لسه بيسيطر عليه، مسألة وقت مش اكتر قبل ما يتحول لواحد من الابز، لكن ما بيقدرش يقتله لانه لسه بشر. فبيحاول في نفس الليلة يبعد عنه ويرجع تاني للمقر الرئيسي، ولما بيشوفوا جريفن بيمشي وراه وبيترجى انه ياخده معاه. وعلى الرغم من ان سي جي بيرفض الا انه بيصمم وبيبدأ يتصرف بطريقة غريبة. ساعتها سي جي بيضطر انه يقتله بدل ما يبوظ لهم الخطة كلها، وبيرجع لكبسولته وبنشوفه وهو بيصحى سنة 4012، والمرة دي بيصحي كذا شخص معاه على حسب الخطة ومن ضمنهم ديفيد. وبعد ما بيفوق ديفيد بيخرج مع سيجل بره يشوفوا المكان اللي هيعيشوا فيه، وبالصدفة وهم في الغابة بيشوفوا بيوت بدائية في كل مكان، والأول مرة بيشوفوا الآبز وبيعرفوا انهم موجودين. وقتها الآبز ما بيكونش عندهم أي مشكلة مع البشر ومش بيهاجموهم، لكن ديفيد بيتضايق أول ما بيشوفهم، وبيقول ان الفيروس ما قضاش على البشرية وغير جيناتهم للأسوأ، وبيعتبر وجود الآبز تهديد عليه وعلى مدينته وسكانه. علشان كده بيقول لسي جي انهم لازم يدمروا مستعمرة الابس دي تماما ويقتلوا منهم شوية ويخوفوهم علشان يبعدوا عنهم. من هنا بقى بتبدأ عداوة البشر مع كائنات الابس، واللي بدأها هو ديفيد بغبائه واسلوبه اللي مستمر عليه جيسون لحد دلوقت. المشكلة ان حتى بعد كل ده تجربة ديفيد بتفشل، وبيطلع ان اول مجموعة خرجها من الكبسولات هي مجموعة ايه، واللي اول ما عرفوا الحقيقة دمروا المدينة بالكامل وحاولوا يهربوا، وزي ما عمل ديفيد مع غيرهم عمل معاهم وقتل المجموعة كلها. كل ده وسي جي بيراقب ومصدوم من اللي بيحصل. وبنرجع للوقت الحاضر وسيو بيحاول يتواصل مع مارجريت، يمكن يقدر يفهمها وتفهمه ويوقف هجوم الابز عليهم. فبيجرب سيو معاها اسلوب معين بالكروت والاشارات، وكمان بيستخدم الاكل كمكافأة انها لو قدرت تفهمه، وبيبدأ يعلمها شوية اشارات بمعنى صديق وعدو وغيره، بحيث يوصل في الاخر انه يقول لها ان البشر مش اعدائهم، ويخليها تنهي الحصار اللي معمول عليهم ده في اسرع وقت ممكن. المفاجأة انهم لما بيقدموا الاكل لمارجريت بتشاور على الابز اللي معاها، يعني بتطلب منهم يدوا الاكل اللي معاها مش ليها هي، وده غالبا بيبقى تصرف القائد في اغلب الكائنات. وبيقاطع كلامهم دخول ادم للمعمل وهو متعصب، وبيقول لسيو انه لازم يحرر الانثى اللي ماسكينها من الابز دي حالا، وبيأكد له شكوكه وبيعرفه انها القائده، وتجمع الابز اللي بره وحصارهم للمدينه بسبب انهم حابسينها، وبيحذروا ان الوضع لو استمر على كده مفيش ولا واحد في المدينه دي هيفضل عايش. فبيقول له سيو انه بيحاول يوصل لحل ويتواصل معاها بحيث يتفقوا ان مفيش عداوة ما بينهم ويحرروها علشان تنقذهم. وشوية وبيدخل جيسون وكاري للمعمل وبيشوفوا اللي سيو بيحاول يعمله، وكالعادة غباء جيسون بيبقى مسيطر عليه رغم كل اللي بيحصل قدامه، وبيبقى رافض يعترف ان الابز اذكياء وبيفكروا زيهم. فبيقول له سيو انهم لازم يحاولوا باي طريقة غير استخدام العنف، لانه واضح من اعداد الابز انهم مستحيل يكسبوا اي حرب ضدهم. وبيكمل تواصل مع مارجريت وبيحاول يكسب ثقتها، وواضح ان في تقدم لانها بتبدأ تستجيب ليه. وعلشان سيو يكسب ثقتها اكتر بيروح يفتح واحد من اقفاص الابز، وفعلا مارجريت بتتعصب على الابي لانه بيحاول يهاجم سيو، وده بيثبت لكل اللي واقفين انها القائدة وبتتحكم فيهم فعلا. بس الصدمة ان جيسون برضه بغبائه بيبوظ كل حاجة عملها سيو، لانه بيخرج مسدسه وبيبدأ يقتل الابز اللي هم حابسينهم.
لكن لحسن الحظ قبل ما يقتل مارجريت سيو بياخد منه المسدس، وحتى كاري بتقف ضده وبتقتنع بكلام سيو وبتقول له يفكر شويه ويستخدم عقله قبل ما يتصرف، وبتطلب منه يدي فرصه لسيو يثبت الكلام اللي قال لهم عليه. فبيضطر جيسون في الاخر انه يوافق وبيسيبهم وبيخرج من المعمل. لكن طبعا الموضوع دلوقتي بيكون اختلف تماما بعد المجزره اللي هو عملها، ولو كان في اي فرصه ان مارجريت تساعدهم اعتقد انها دلوقتي انتهت. وبيقول ادم ان البشر اغبياء وكان لازم ينقرضوا، وان الابز هم بديلهم والاحق انهم ياخدوا مكانهم، وبيسيبهم هو كمان وبيخرج من المعمل وهو متعصب. وكالعاده ميجان بتبقى مغيبه زي ما هي وموافقه على تصرفات جيسون وكلامه، لكن سيو بيقول لها ان الابز مش حيوانات غبيه، وان الحيوان الغبي الوحيد اللي كان في المعمل هو قائدها اللي اسمه جيسون، ولانه زهق من تفكيرهم بيسيب المعمل هو كمان وبيرجع للمستشفى. وفجأة وميجان في المعمل لوحدها بتلاقي دم كتير مغرق المكان، وبيطلع ان مارجريت قدرت تحرر نفسها وقطعت شرايين رجليها. وبنعرف انها ذكية جدا فعلا وقوية الملاحظة، لانها حفظت الرقم السري لما كان سيو بيفتح القفص اللي جنبها. واخيرا بتخلص على ميجان وبتسيبها وبتخرج من المعمل. تاني يوم جيسون بيبدأ يتكلم مع السكان وبيحاول يطمنهم، وبيقول لهم يكملوا حياتهم بشكل طبيعي لانهم امل البشرية، وبيوعدهم انه هيخلص من الخطر اللي بيهددهم ده للابد. في الوقت ده سيو وكاري بيبقوا داخلين للمقر الرئيسي، وهما في الاسانسير سيو بيقول لكاري انه خلص الفحوصات اللي كان بيعملها لاهل المدينة، وللاسف الفحص بتاعها فيه خبر مش كويس، وبيعرفها ان هجوم الابي الاخير عليها اتسبب لها في ضرر، وبسببه ووسط امكانياتهم الطبية الحالية مش هتقدر تبقى ام بقية حياتها. وبيسيبها بعدها وبيروح يكمل اختبارات في المعمل، لكنه بيتصدم اول ما بيوصل بالدم في كل مكان، وبيعرف ان مارجريت قدرت تهرب وقتلت ميجان. فبيشغل جهاز الانذار بسرعة وبيحذر الحراس، وبيوصل جيسون هو كمان وبيستغرب ان مارجريت قدرت تهرب. فبيقول له سيو انه حذره اكتر من مرة، وبسبب اللي هو عمله مارجريت دلوقتي عاوزة تنتقم منهم كلهم. فبيأمر جيسون الحراس يدوروا في المقر الرئيسي حتة حتة، وكمان يقلبوا المدينة بالكامل لحد ما يلاقوها ويقتلوها. في اللحظة دي مارجريت بتكون خرجت من المقر الرئيسي وبتجري جوه الغابة، وبيتواصل جيسون مع كل السكان وبيأمرهم يدخلوا لمحلاتهم وبيوتهم، وبيحذرهم ان في ابي خطيرة في المدينة وممكن تقتلهم. ومن ضمن اللي بيسمعوا الكلام ده الطالب اللي اسمه فرانك واخته لوسي، واللي بيقرروا ما يستخبوش في المدرسة ويروحوا يستخبوا عند ريبيكا لانها اقرب واحدة ليهم وتعتبر هي اللي بتربي لوسي. وفي طريقهم جوه الغابة مارجريت بتشوفهم بس ما بترضاش تهاجمهم لانهم مش الهدف الاساسي بالنسبة لها. وفي المحل عند زاندر بيخرج الاسلحة اللي ريبيكا ساعدته انه يسرقها. المشكلة انه بيوزعها على المدنيين من غير تعليمات، وريبيكا بتقول لزاندر انها هتروح تدخل للمقر الرئيسي وهتسرق مخططات المدينة اللي صممتها من هناك، يمكن تقدر تحدد نقاط الضعف اللي مارجريت ممكن تهرب منها. وفعلا بتروح لهناك وبتقدر تضحك على الحارس وتدخل لمكتب جيسون. وفي المدينة بيبدأ الجنود يعملوا دوريات في كل مكان، وبيدوروا في كل شارع وكل بيت يمكن يلاقوا مارجريت. اما سيو وادم بيكونوا مع بعض جوه الغابة بيدوروا عليها. طبعا ادم بيبقى انسب واحد يدور عليها ويتتبع اثارها لانه عاش معاهم كتير، وبيبداوا يفكروا مع بعض مارجريت ممكن تروح لفين او تهرب ازاي. وفي شوارع المدينة الجنود بيقابلوا المدنيين اللي معاهم اسلحة، ومرة واحدة بيلاقوا مارجريت بتتحرك حواليهم بسرعة، فبيضرب المدنيين الجنود بالغلط لانهم مش بيعرفوا يستخدموا الاسلحة، وبيرد الجنود عليهم لانهم بيفكروهم قاصدين يهاجموهم. ونتيجة لكده واحد من المدنيين بيموت وجندي كمان بيتصاب، وبيرفعوا الاسلحة على بعض وبينسوا مارجريت تماما. بس لحسن حظهم ان سيو بيسمع صوت ضرب النار وبيجري على هناك، لكن ادم بيقرر يسيبه وبيكمل تدوير لوحده جوه الغابة. واول ما بيوصل سيو للمكان اللي فيه الحادثة بيحاول يهديهم، وبيطلب منهم ينزلوا اسلحتهم وينقلوا المصابين دول على المستشفى. وكالعادة حاكم المدينة لما بيلاقيها بتتدمر بيفكر في نفسه، وبنشوف جيسون اللي سبب اساسي في كل اللي بيحصل وهو مع كاري بيوريها اوضه مصفحه زي ملجأ عاملها مخصوص ليهم في حاله لو حصل هجوم عليهم يقدروا يعيشوا فيها. لا وكمان عامل حساب كبسوله صغيره لابنهم المستقبلي. لكن كاري بتصدمه وبتقوله على نتيجه الفحص اللي سيو قال لها عليه، وعلى الرغم من ان جيسون اتضايق الا انه بيحاول يهديها، لكن واضح انه اتغير في معاملته معاها بعد ما عرف الخبر. وبالصدفه ريبيكا بتقابل مارجريت في الشارع بعد ما خرجت من المقر الرئيسي،
الرئيسي، لكن زاندر بيوصل في نفس اللحظة وبيضرب مارجريت بالنار في ايدها، فبتسيبهم وبتهرب بسرعة ناحية الغابة تاني. وبعد اللي حصل ده بيروحوا يتكلموا مع جيسون وكاري، وبيطلع ان ريبيكا قدرت تحدد نقطة الضعف اللي موجودة في المدينة، واللي منها مارجريت ممكن تكون دخلت في البداية، ودلوقتي برضه بنفس الطريقة تقدر تخرج منها. في نفس الوقت في الغابة آدم بيكون لسه ماشي ورا آثار مارجريت لحد ما بيوصل لها، وفعلا بيقدر يوقفها قبل ما تهرب بثواني، لكن المفاجأة انه بيسمح لها تهرب وترجع لشعبها، وبعدها على طول بيرمي سلاحه وبيدخل لنفس الأنبوبة اللي هي دخلت منها، وبيخرج برضه من نفس المكان وسط قطيع القابز اللي بيكون عاوز يموته. لكن كرد للجميل مارجريت بتمنع اي حد فيهم انه يلمسه، وزي ما سمح لها تهرب بتسمح له يهرب هو كمان بعيد عن الحرب والمجزرة اللي هتحصل. وبعد دقايق بيوصل جيسون واللي معاه للمكان اللي قالت لهم عليه ريبيكا، وبيلاقوا فعلا الأنبوبة اللي مارجريت هربت منها، وكمان بيلاقوا سلاح آدم وبيفكروها خطفته. لكن جيسون بيقول لهم انه متأكد انه سابها تهرب، وبيأمر الجنود انهم يفجروا المكان ده تماما بحيث القابز ما يقدروش يدخلوا منه تاني للمدينة ويهاجموهم. وبعد ما هربت مارجريت بترجع تاني لقطاعها علشان يعالجوها، لان اصابة زاندر ليها خلتها تفقد دم كتير جدا، وخلال ما هي بتفقد الوعي بتفتكر شوية ذكريات ليها وهي صغيرة، وبيطلع ان ديفيد قتل اهلها بطيارته في المجزرة اللي عملها وهي طفلة. وكاري بتشوف كل اللي بيحصل ده على كاميرات المراقبة، وبتقول لجيسون ان مارجريت مصابة وتقريبا كده هتموت، وده ممكن يديهم وقت يفكروا في حل قبل ما القابز يهجموا عليهم. لكن جيسون بيقول لها ان مفيش وقت ولازم يتصرفوا بسرعة، وبيطلب منها تستدعي سي جي وسيو الاجتماع حالا. وفي المدينة بنشوف سيو وهو بيتكلم مع زاندر، وبيقول له انه خلاص مش هيقدر يعيش في المدينة دي تحت حكم جيسون، وبيطلب منه يقف معاه في المرحلة الجاية علشان يخلصوا منه. فبيوافق زاندر وبيقول له انه كان مستني الوقت المناسب. لكن قبل ما يتكلموا في الخطة سي جي بيقاطعهم وبيعرفهم ان جيسون طالبهم الاجتماع حالا. فبيروحوا على المقر الرئيسي وجيسون بيقول لهم ان قائدة القابز رجعت لهم، معنى كده انها ممكن تديهم الامر ويهاجموا المدينة في اي وقت. وبيقول لهم ان الحل الوحيد قدامهم هو انهم يرجعوا للكبسولات تاني جوه الجبل بحيث يفضلوا جواها كمان كام سنة لحد ما القابز ينقرضوا. لكن واضح كده ان القابز هم البديل للبشر زي ما آدم كان بيقول، لاننا بنشوفهم بيعالجوا جرح مارجريت باساليب البشر القديمة، معنى كده انهم بيتطوروا وصعب جدا انهم ينقرضوا في اي وقت قريب. وفعلا بيخرج جيسون يتكلم مع السكان وبيعرفهم الخطر اللي هم فيه، وبيقول لهم على خطته انهم يرجعوا تاني كلهم للكبسولات. لكن اول ما السكان بيسمعوا كلامه بيبدأوا يتوتروا ويخافوا، فبيتكلم سي جي معاهم بداله وبيحاول يطمنهم قبل ما يخرجوا عن السيطرة، وبيروح بعدها على الجبل يجهز الكبسولات ويتأكد من حالتها. المشكلة انه بيكتشف ان اكتر من نص الكبسولات دي محتاجين شحن، وبيعرف الكلام ده لجيسون وبيقول له انهم غير صالحين للاستخدام، وعلشان يشحنوهم محتاجين وقت وطاقة كتير جدا. ولانهم ما يقدروش يستنوا جيسون بيسأله عن عدد الكبسولات اللي مشحونة، فبيقول له سي جي انهم 571 كبسولة. الكارثة ان الرقم ده تقريبا بيساوي نص عدد السكان، معنى كده انهم هيضطروا يضحوا بالنص التاني. فبيروح جيسون يتكلم مع سيو وبيطلب منه الفحوصات اللي عملها لأهل المدينة. طبعا سيو بيفهم على طول السبب اللي هو عايز الفحوصات علشانه، وبيقول له ان اكيد الكبسولات المتاحة مش هتكفي الكل، وحاليا هيختار اللي صحتهم كويسة ومناسبين لبقاء الجنس البشري علشان ينقذهم. وبيسأله اذا كان هينقذ كاري معاهم وهي ما بتقدرش تخلف. لكن قبل ما يرد عليه جيسون كاري بتقاطع كلامهم، وبتقول لجيسون ان ريبيكا مستنية تعرف منه هيعملوا ايه بالظبط. فبيستغل سيو الفرصة بعد ما جيسون يخرج وبيعرف كاري باللي بيحصل، وعلشان يخلص من جيسون بيقول لها انه ناوي يضحي بيها ويسيبها، لانه بيختار الاشخاص اللي صحتهم كويسة وهيحافظوا على بقاء الجنس البشري. المفاجأة انه بيطلب منها تقتله قبل ما يتسبب لهم في مشاكل اكتر. في الاول كاري بترفض وبتروح تواجه جيسون بالكلام اللي سيو قاله لها، وبيبان من كلامه انه كان ناوي فعلا يسيبها وما يدخلهاش معاهم للكبسولات. ساعتها هما الاتنين بيتعصبوا وبيتخانقوا مع بعض، والموضوع بيزيد لدرجة ان جيسون بيسحب سلاحه وبيحاول يقتلها، ومرة واحدة وهما بيضربوا بعض بتخرج طلقة بالغلط وبتيجي في جيسون، واخيرا بيموت جيسون حسب خطة سيو وبيتحكم هو في المدينة. وبره المقر الرئيسي بنشوف كل السكان بيتجمعوا علشان يدخلوا للكبسولات، ومفيش حد فيهم لسه يعرف ان نصهم بس اللي هيفضلوا عايشين. في نفس الوقت بره المدينة مارجريت بتفوق وبتتعالج من اصابتها، وعلى طول بتدي الاوامر لقطعان القابز انهم يتجمعوا ويستعدوا للهجوم.
وبعد ما جيسون اتضرب بالنار بيطلع لسه عايش والحراس بيودوه للمستشفى يمكن يقدر سيو ينقذه ويدخل للكبسولات معاهم، وفعلا بينجح سيو انه يخرج الرصاصة والعملية بتمشي كويس. لكن فجأة بتحصل حاجة غلط وفي ثواني جيسون بيكون ميت، وعلى طول سيو بياخد مكانه وبيخرج يتكلم مع السكان بره المستشفى وبيقول لهم ان جيسون مات وهو بيحاول ينقذهم بحيث يبعد الشبهات عنه ويبين انه ملوش علاقة بموته، وبيشجعهم انهم يقدروا يخرجوا من الازمة اللي هم فيها، وبيعرفهم انهم هيكملوا الخطة وهيدخلوا للكبسولات زي ما جيسون قال لهم. ولما بيرجع تاني للمستشفى الطالب اللي كان بيساعده بيتكلم معاه وبيقول له انه لاحظ انه عمل حاجة غلط اثناء الجراحة، وبيعتقد ان الغلطة دي اتسببت في نزيف هو اللي ادى لموت جيسون. فبيقول له سيو ما يتكلمش في حاجة ما عندوش اي فكرة عنها، وواضح كده من كلامهم ان سيو كان ممكن ينقذ جيسون بس هو قرر يكمل خطته ويخلص منه. وبيجي سجيل المستشفى يتكلم مع سيو في الخطة بما انه بقى مكان جيسون والناس بتثق فيه، وبيديله القايمة اللي جيسون حددها للناس اللي هينقذهم، وطبعا الباقي قرر يضحي بيهم وللأسف من ضمنهم بيكون في أطفال. وبيقول سجيل سيو ان هو القائد دلوقتي ويقدر يغير الخطة لو عايز او حتى يختار ناس مختلفة على اساس طبي لانه دكتور اصلا. لكن سيو بيرفض وبيقرر ان الخطة تفضل زي ما هي، ممكن اختار كده لانه مش عاوز يتحط في موقف يختار فيه مين يعيش ومين يموت. وبيروح بعدها سيو يتكلم مع كاري وبيحاول يهديها شوية لانها حاسة بالذنب بسبب قتلها لجيسون، وبيوعدها انه هينقذها وهتدخل معاهم للكبسولات. في نفس الوقت بره المدينة مارجريت بتكون فاقت تماما وبتجهز للحرب وبتدي اوامر لجنودها يجمعوا كل قطعان الابس بالكامل، وفعلا جنودها بينتشروا في كل مكان وكل واحد فيهم بيروح لقطيع ومستعمرة مختلفة. الصدمة ان اعداد الابس في المستعمرات بتبقى كبيرة جدا، مباني وسكان وجنود شبه البشر في بدايتهم بالظبط. وجوه المدينة بيبدأ الجنود يلم السكان اللي اختارهم جيسون وبينقلوهم في عربيات للمقر الرئيسي علشان يدخلوهم للكبسولات. بس الموضوع بيبقى صعب جدا لان في عائلات الاب او الام ما بيبقوش في القايمة ولازم يفضلوا في المدينة، حتى الاخوات اللي زي لوسي وفرانك مش بياخدوهم هما الاتنين. ولما بيحاول فرانك يركب الاتوبيس مع اخته الجند بيوقفه وبيضربه. طبعا باقي سكان المدينة اول ما بيفهموا اللي بيحصل بيبدأوا يتصرفوا بعنف، فيهم اللي بيدمر محلات وبيسرق اي حاجة جواها، ومنهم اللي عند المقر الرئيسي بيحاولوا يدخلوا بالعافية وبيقتلوا الحراس. وعلشان يسيطروا على الموضوع سي جي بيضرب كام طلقة في الهوا وبيضطر يأمر السكان يرجعوا لبيوتهم وهم هيجوا ياخدوهم. وبيرجع سيو للمعمل وبيسجل رسالة للأجيال اللي هتيجي بعد كده، وفي الرسالة دي بيقول لهم ان ديفيد كل افكاره كانت غلط وبدل ما يحافظ على البشرية اتسبب في انه كان هيدمرها للابد. وحتى سكان مدينته ما كانوش عايشين زي البشر نهائي، كان بيحكمهم بالخوف والمحاكم والاعدامات، ومجرد كانوا عايشين ياكلوا ويشربوا ويشتغلوا زي ما بيقول لهم بالظبط. المفاجأة انه في الاخر بيقول انه قرر يضحي بنفسه علشان ينقذ البشرية، وخطته هي انه هيحقن نفسه ب3 من اخطر الفيروسات على وجه الارض، فيروسات من اللي ممكن تؤدي لانقراض جميع الكائنات الحية. وبيقول ان بعد ما كل السكان يدخلوا للكبسولات هيخرج بنفسه للآبز وهيخليهم يموتوه وينشروا الفيروسات دي ما بينهم، بحيث لما يخرج البشر من الكبسولات دي بعد كام سنة يبقوا في امان. بس قبل ما ينفذ خطته بينزل للمدينة بالعربية يشوف اللي بيحصل، وبالصدفة بيلاقي زاندر في محله ومعاه فرانك، فبيقول لهم يركبوا معاه بسرعة وهيوصلهم للمقر الرئيسي. لكن قبل ما بيكملوا طريقهم واحد من السكان بيحاول يوقفهم وبيبقى ماسك في ايده مولوتوف بيحاول يحرقهم بيه، فبيضطر زاندر ساعتها انه يضربه بالنار ويقتله. بعدها بيوصلوا كلهم للمقر الرئيسي، والتلاتة دول بيبقوا اخر كام شخص من اللي هيدخلوا للكبسولات. وبيودع سيو مراته وبيسيبها وبيروح للمعمل. في الوقت ده اعداد الابس بتكون زادت بشكل مش طبيعي، وخلاص مارجريت على وشك انها تديهم امر الهجوم. ولما بيرجع سيو للمعمل علشان ينفذ خطته مش بيلاقي المسجل، وبيتفاجئ بكاري وراه معاها المسجل وبتسمع الرسالة وبتقوله انه عمل اللي عليه لحد دلوقتي وحاول ينقذ السكان، بس لحد هنا هي اللي هتكمل وهتنفذ خطته. فبيقول لها سيو انه مستحيل يسمح لها تعمل كده، لكن كاري بتقوله ان خلاص الوقت فات لانها حقنت نفسها بال3 فيروسات اللي قال عليهم في الرسالة، وبتطلب منه يكون مع البشر وهم بيصحوا للمرة التانية.
بس المرة دي يحاول يوجههم للصح ويبعدهم عن كل أفكار ديفيد وجيسون. فبيضطر سيو انه يسمع كلامها ويوصلها لحد الاسانسير، وبيديها حقنة مخدر علشان ما تحسش بأي حاجة. بعدها بيرجع يتكلم مع سي جي وبيتأكد ان كل حاجة ماشية تمام حسب الخطة، وبيطمن سيو السكان وبيقول لهم ان المرة ده هينجحوا، وبيطلب من كل واحد فيهم يدخل لكبسولته. وعلشان يحافظ على طاقة الكبسولات بيفصل الطاقة عن المدينة بالكامل، واخيرا بتتقفل الكبسولات وكل البشر بيناموا مؤقتا لمدة كام سنة. في اللحظة دي بنشوف كاري وهي خارجة برا المدينة للقابز. معنى كده ان خطة سيو في امل انها تنجح، ويمكن البشر يقدروا المرة الجاية انهم يتصرفوا بطريقة احسن وما يتسببوش بغبائهم تاني انهم يوصلوا لمرحلة الانقراض. ودي كانت نهاية فيديو النهاردة ونهاية مسلسلنا، يا رب يكون عجبكم، وما تنسوش تسيبولنا كومنت وتدعمونا بلايك للفيديو. وكالعادة كان معاكم شعيب، سلام.